السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا أصدقاء، وياكم أخوكم نور من قناة جيمنج وذ نور. واليوم يا أصدقاء عندنا تحديثات كلش هواية بلعبة كلاش اوف كلانز. عارفان صار هواي فترة ساحب عليها، لكن صدقوني جاي احضر لكم فيديوهات وافكار جديدة. مثل ما تعرفون اللعبة شوية شبه الماتت، فاليوم يا اصدقاء عندنا تحديثات. هذه التحديثات ان شاء الله راح تخلي اللعبة تتجه للمسار الصحيح وتخلي ناس اكثر يلعبونها. طبعا اول شيء اغلبكم يعرف انه تحديث الشتاء قادم، اللي هو بيضيفون لك شجرة جديدة، وايضا بنفس الوقت يصير ثلوج وهذه الامور. فلحد الان موعد التحديث هذا ما معروف، لكن جبت لكم تحديثات كلش هوايه راح نشوفها سوا. اول شيء يا اصدقاء بس ما تشوفون الشكل مال الليفل شلون تغير. طبعا بالمناسبه للمصداقيه الفيديو خاص بالشركه، لا احد يجي يقول لي سارق المقطع، هذه الامور. المهم يا اصدقاء هنا مثل ما تلاحظون هوايه امور تغيرت. صارت المهمات مالتك اللي تحلها بقريتك صارت تنشاف بالبروفايل مالك. وايضا يا اصدقاء كلش هوايه تغييرات، مثل ما تلاحظون تغييرات بالشكل مال اللعبه هوايه صايرت، حتى صور الجنود. وايضا يا اصدقاء الشيء اللي كنا منتظرينه اللي هو الملوك ليفل 45 يا اصدقائي. زادت الملوك، سابقا كانوا الملوك 40 ليفل ماكس مالهم، هسه حاليا صاروا ليفل 45، واعتقد صارت قوتهم اوفر باورد، يعني صارت اقوى من القوات. فالان يا اصدقائي راح نشوف هجمه ونشوف القوه مالت الجنود دول الملوك العفو. طبعا هنا عندنا الملك مثل ما تلاحظون، هنا الملك هذا ضد الستورج هذا اللي هو مال الدارك اعتقد. شوفوا هنا ضربته، وايضا راح نشوف هذا الملكه شلون تتعامل ويا الدارك. يعني اكيد اللي عنده ملوك ليفل ماكس راح يعرف التغيير اللي صار بالملوك. هنا عندنا الملكه مثل ما تلاحظون، شوفوا هنا راح تنزل. الصراحه يا اصدقاء الملكه هنا مبدعين بيها، يعني صايره قوتها قويه كلش، بنفس الوقت هي قبل اصلا كانت قويه، فما بالك الان صارت جدا قويه. هنا مقارنه بين القديمه وبين الليفل 45. هنا الليفل 40 شوفوا ال 45 بسرعه فلشت الستورج، لكن ال 40 شويه يعني بطيئه، ما نقول ضعيفه لكن شويه بطيئه. وايضا يا اصدقاء هنا الخاصيه مثل ما تلاحظون صارت تطلع ارشر اكثر، مو مثل قبل هذا الليفل 45. شفتوا شلون طلعت ارشر اكثر. وايضا يا اصدقائي مو بس هذا، ايضا ليفل كلان جديد، يعني القلعه صارت عندك ليفل ثاني الها، يعني صارت القلعه ليفل 7. لكن شنو اللي تغير بيها؟ ما صارت تاخذ جنود اكثر، نعم صارت تشيل موارد اكثر، لكن لحد الان الجنود تقدر تستلمهم هم 35. لكن الحلو بالموضوع يا اصدقائي لاحظوا وياي هنا لما تطلب دعم اصدقائك يقدرون يدعمونك 2 سبيلات، يعني تقدر تاخذ ريج سبيل، هيلث سبيل. مثل ما تلاحظون هنا اخذ جولوم، وايضا اخذ عملاق، وايضا راح ياخذ ريج سبيل. مثل ما لاحظتوا ريج سبيل يعني صار عندك 2 مكان للسبيلات، تقدر تاخذ مثلا 2 ايرثكويك، وتقدر تاخذ ريج وحده، تاخذ هيلث وحده، تاخذ 2 بويزن، يعني صار بيها مجال المكان 2 مال سبيلات. والان يا اصدقاء راح ننتقل لليفلات الجنود اللي راح تتغير. واول جد عندنا ضافوا له ليفل اللي هو الجولم يا اصدقاء. هواي نزلت شائعات قبل انه يريدون جولم ليفل 6. اي نعم اليوم شركه سوبر سيل سوت لكم جولم ليفل 6. هذا شكله مثل ما تلاحظون. طبعا بالمناسبه اكيد اغلبكم لاحظ الصور مال الجنود كلش متغيره، لان يعني صايره للاحسن. هسه راح اشرح لكم عنها. المهم هنا عندنا الجولم صار ليفل 6. شوفوا هنا اشكال الجنود شلون حلوه وتخبل، يعني بعض الجنود غيروا عليهم وبعض الجنود باقين على وضعهم، لكن بالمناسبه اشكالهم باللعبه موجوده هي، لكن مجرد صورهم تغيرت. هنا مثل ما تلاحظون الويتش، اللافا، الجولوم، الهوكايدر، وهوايه ليفلات تغيرت يا اصدقائي بالجنود، وكلها هسه راح نذكرها. ايضا عندنا الهوكايدر صار ليفل 7، وهسه راح تشوفون شكله. طبعا الهوكايدر هو مناقص قوه، وتخيلوا ضافوا له بعد ليفل صار اكيد اقوى. لكن يا اصدقائي هذه التحديثات اعتقد كلها فقط التاون هول 11. وايضا يا اصدقائي البويزن صار ليفل 5. واو يعني تحديثات فتشي، وبعد اكو ليفلات جديده يا اصدقائي. بس تلاحظون هنا شكل الهوكايدر جدا جميل. اعتقد سووا المنطقة مالته لون احمر وشدوا له عصابة حمراء، اعتقد يعني هذه التغييرات صارت عليه كشكل.
لكن بالهجوم صدقوني تغييرات رهيبة. هنا لاحظوا يا اصدقائي، هنا الهوكاي الواحد يقدر يطير نص الهيلث مال الكانون الماكس مثل ما لاحظتوا، يعني الا شويه او نص عدل. لكن يا اصدقائي ذاك القديم الهوكاي القديم ما كان يقدر ياخذ نص الوحده، يعني كان يضرب 3 ضربات اعتقد ويموت. يعني شوفوا الفرق ايش قد قوي. هنا يا اصدقائي شوفوا الهوكاي شوفوا قوته، شوفوا شلون راح يقدر يوصل. كم هوكاي شوفوا وين راح يوصلون. المهم يا اصدقائي، المهم باختصار انه الهوكاي زاد ليفله وصار اقوى من قبل. وايضا يا اصدقائي عندنا برج ويزرد جديد، اي بمعنى ليفله صار اقوى يا اصدقائي. زادوه ليفل، اعتقد صار ليفل 8 او ليفل 7 ما اتذكر هو ليفله اصلا. المهم انه ضافوا له ليفل جديد وصار اقوى. مثل ما تلاحظون يقدر يضرب الميني ضربتين اعتقد او ضربه يموتهم بكل سهوله. وايضا يا اصدقائي مثل ما تلاحظون بالشاشة ضافوا لنا سور جديد. الصراحة يا اصدقائي هذا الشيء اللي ما حبيته بهذا التحديث. يعني صراحة احنا هسه انت كلاعب كلاش اوف كلانز اصعب شغلة عندك السور، فما بالك انه ضافوا لك ليفل جديد. يا خان قريتي كل ما اقول وصلتها ماكس خلاص راح امكس السور، ينزلون لي بشغله ثانيه جديده. صراحه هذه الشغله الوحيده اللي ما حبيتها بهذا التحديث، انه ضافوا سور ليفل 12. يعني السور الناري خلاص مو هو الماكس، صار بامكانك تطور ليفل 12. ومبروك على اللي اصلا عندهم ليفل 11 وراح يطورون الليفل 12. تحياتي لكم. وهنا أنا يا اصدقائي راح نشوف مقارنه بين السور القديم حبيبنا والسور الجديد اللي الكل هسه طلعت روحه منه. هنا السور القديم يا اصدقائي 3 مفجرين سور او 4 يفتحون السور. هنا يا اصدقائي بالجديد لازم تاخذون بالكم، هنا 5 مفجرين سور يلا يفلشون السور. لكن اعتقد انه السور يعني بعده بالايرثكويك ينفتح، لكن التغيير انه زاد الهيلث ماله. يعني هنا كان 4 مفجرين سور هسه صار 5 مفجرين سور. بالمناسبة بعد حال السور العادي 4 ايرثكويك ممكن يطحنونه للسور، وهذا شيء ممكن نقول عليه شوية ايجابي. وهنا عندنا ايضا يا اصدقائي تغييرات على البالون. البالون يا اصدقائي صار يضرب اقوى، يعني اول ما يوصل للدفاع ماكو ياخذ له ربع ساعه يلا يشمل القنبله، هسه صار بسرعه يضرب. مثل ما تلاحظون اول ما يوصل للدفاع يضرب الضربه بعدين ياخذ وقتها على اساس ريلود يضرب الضربه الثانيه، مو مثل قبل كان يتاخر جدا. يعني يوصل للدفاع ياخذ له صفنه شويه بعدين يشمل قنبله مالته سنه يلا توصل. فيعني هسه طوروه، واعتقد هذا الشيء راح يفيد جماعه التاون هول 10. يعني هذا الشيء الوحيد اللي النا، الباقي كله التاون هول 11. مبروك عليكم تاون هول 11 افرحوا. ومو بس هذا يا اصدقاء، ايضا اكو تغييرات بسيطه راح تصير باللعبه، ومن ضمن هذه التغييرات اللي هي البويزن. قلنا ان البويزن زاد ليفلها ليفل 5. مو بس هذا، الان صارت البويزن اكبر مساحه. مثل ما تلاحظون هنا شكلها اكبر مساحه من قبل، لكن مو بهوايه يعني جزء ما تلاحظون انتم. لكن زيدوا والراديوس مالته اللي هو المساحه مالته زاد اكبر من قبل، صارت مساحتها اكبر من قبل. اعتقد راح تحتوي جنود هواي. هاي هنا منظر للبويزن القديمه. يعني هسه تلاحظون شوفوا هنا الشكل شلون، يعني شويه مو نفس هسه بالجديد. هسه بالجديد صار الشكل مالها اكبر، المساحه مالتها اكبر. شوفوا هنا هاي هنا اوضح، شوفوا هنا الشكل يعني مو كلش كبيره المساحه مالتها. بالتحديث هسه القادم اللي راح يصير اللي ما اعرف موعده شو وقت راح تكبر مثل ما لاحظت شوفتكم اياها بالفيديو السابق. وايضا يا اصدقائي ضافوا بعض التعديلات على الوجه، اعتقد صارت اسرع من قبل الضربه مالتها. ولينا انا يا اصدقائي هذه كانت كل التحديثات، اتمنى انه عجبتكم. شكرا للناس اللي راسا اول ما نزلت التحديثات اجوا وقالوا لي يا نور اشرح لنا التحديثات. هذا الشرح مقدم لكم يا اصدقائي، اتمنى ان استفاديتوا وعرفتوا كل التحديثات. لا تنسى تشترك بالقناه حتى تجيك اخر التحديثات. ان شاء الله راح انزل لكم التحديثات اول باول، وان شاء الله اول ما ينزل الموعد اقول لكم ايش وقت الموعد، واول ما ينزل التحديث تلقوني اول شخص منزل لكم اللعبه ورابطها واخر التحديثات. فلا تنسى يا صديقي تدعمني بلايك وتكتب لي كومنت شنو رايك بالتحديثات الجديده، وبنفس الوقت تشترك بالقناه. لا تنسى تشاركوا المحادثه الجماعيه اللي انا مسويها على مودكم حتى تواصلون وياي بصوره مباشره وجماعيه، تسولف وياي ويا المتابعين وكلنا نسولف ونتونس. رابط مالها بالوصف، وايضا قناتي على التليجرام حتى انشر لك المقاطع اول باول، لان تعرفون اليوتيوب بيه مشاكل وما يدز اشعارات حتى انت تكون اول الناس
اللي تجيك الفيديوهات عن طريق الرابط اللي راح ادزه بالقناه. فوكي يا اصدقائي، لنا وصلنا لنهايه الحلقه، لا تنسانوا باللايك والكومنت والسبسكرايب. كان معكم اخوكم نور من قناه جيمنج وذ نوري، مع السلامه.